الأدب عند المصريين القدماء. الأدب هو مراية الشعوب، المراية اللي بتعكس حياة الشعوب. يعني الشعب لو عايش كويس بيتكتب في القصص والروايات ان هو كويس، او العكس، زي دلوقتي الافلام ما بتعكس حياة الشعوب المفروض يعني. الادب المصري سبق الادب الاغريقي ب 25 قرن على الاقل. طب ليه المقارنة دي؟ لان الادب الاغريقي هو الاشهر، ولكن الاقدم هو الادب المصري. امثلة الادب المصري اربع حاجات: ادب ديني، ادب قصصي او قصة ورواية، ادب سياسي، والحكمة والنصائح، يعني اللي هو الادب التهذيبي. الادب الديني بيتكلم عن الحاجات الدينيه: بعث، خلود، حساب بعد الموت. بيتكلم عن اناشيد، عن تراتيل الاخره. بيتكلم عن اساطير زي ايزيس واوزيريس. اوزيريس مش اوزوريس. وبما اني بتكلم عن اساطير زي دي فده مصدر ثانوي. اتقسم الادب الديني عند المصريين القدماء لثلاث حاجات: اولهم نصوص الاهرام، ودي كتابات دينيه وتعاويذ سحريه وشعائر كانت تكتب على جدران الاهرامات، بدايه من اخر الاسره الخمسه، من وقت الملك أوناس أو ونيس، اللي هو آخر ملوك الأسرة الخمسة. ده مش عندكم في المنهج. دي كانت عشان تحمي جثة الملك، كده دولة قديمة. النوع التاني من الأدب الديني كان، وخد بالك لما أجي أتكلم عن تكتب على جدران الأهرامات اللي هي المفروض مقابر، يبقى كده هيروغليفية. لما أتكلم عن النوع التاني اللي هو نصوص التوابيت، تكتب على التوابيت الخشبية، وده كان في الدولة الوسطى، برضو كتابات دينية، نفس الغرض من نصوص الأهرام. ولكن هنا بتكلم عن نصوص كتبت على الخشب، يبقى كده إيه؟ هيراتيقية، الكتابة الهيراتيقية. أروح للنوع الثالث من الأدب الديني، وهو كتاب الموتى اللي كان موجود في الدولة الحديثة، وده عبارة عن لفائف من البردي. اسمه الحقيقي أو اسمه الترجمة الحرفية ليه الخروج في النهار. بيتكلم بقى عن الحساب وعن الحاجات الآخرة وكده، برضو عشان بيتحط مع جثة الميت في الكفن أو في التابوت، وده كان بيتكتب على بردية، يبقى هيراتيقية برضو. في الدولة الحديثة يبقى كده اختلفت الأزمنة أو العصور، اختلفت الكتابات، ولكن الهدف واحد. طيب النوع التاني من الأدب هو أدب القصة والرواية، ويطلق عليه أدب القصصي، ومنه الواقعي ما يصور الأحداث، ومنه الخيالي أو الخرافي، وكلهم أهدافهم متنوعة، يعني أيا كان الهدف من القصة. أمثلة للقصص الواقعية زي سنوهي، وزي قصة القرى والفصيح اللي هو الفلاح الفصيح. الخيالية زي الأخوين والملاح التائه أو الملاح الغريق. طبعا قصص يعني دراما، يعني تمثيل. الأدب القصصي في مصر سبق او الدراما في مصر سبقت الاغريق برضو بحوالي، يعني قلنا ب 25 قرن او اكتر، يعني من 3400 قبل الميلاد. يعني ده في اي عصر؟ في عصر ما قبل الاسرات اصلا، ما قبل الاسرات، لان الاسرات بدأ من 3200 قبل الميلاد. بعد كده هنتكلم عن الادب بتاع الحكمه والنصايح، ده عشان بننقل بيه تجارب شخصيه واجتماعيه من جيل لجيل. في نصايح وحكم. اهم الحكماء كانوا بتاع حطب دولة قديمة وآني دولة حديثة. آخر نوع هو الأدب السياسي، ده كان الأدباء وكبار الشخصيات السياسية بتمدح الملك في وقت القوة والانتصارات الدولة، وإن الدولة واقفة على رجليها. وفي وقت الضعف، ووقت إن الملك مش قد كده، بينتقدوا التصرفات بتاعته، مرة بينصحوه، مرة بيهاجموه، يعني ما كانوش مطبلاتية، كانوا في الحق أساتذة. ده كده الأدب عند المصريين القدماء ببساطة. فهمني. شكرا. حازم حشاد، راعي الفهم في مصر.